معاكم فادية عبد الفتاح مرشد. أنا خريجة آداب أسباني، وكنت بحب الفنون الجميلة دي كلها اللي هي حاجات الفنية، سواء رسم على الإزاز أو الديكوباج أو الحاجات دي. وعملت حاجات كتيرة من وأنا صغيرة، وبعدين تخصصت. جات لي فترة كنت تعبانة فيها، فالدكتور قال لي لازم تعملي أي حاجة اكتيفيتي تكوني بتحبيها وتكون تطلع الطاقة السلبية. فلقيت ان الديكوباج حاجات من الفنون الجميلة اللي هي لقيت نفسي فيها وحبيتها قوي، واخدت كورسات عشان اطور من نفسي. وابتديت انا كمان احط لمساتي على الحاجات المنتجات اللي انا بحب احطها في بيتي. واكيد ما اعمل حاجه بذوقي هتبقى سواء ممكن اديها هديه لحد تبقى هديه لطيفه، لان هتبقى معموله بحب فعلا. وممكن لما احط حاجات في بيتي انا تبقى مختلفه، مش هتكون موجوده في اي حته تانية. انا دلوقتي هقول لكم على فكره جميله قوي. ده شمعدان بس على شكل بيت، فلما هنعمله هيبقى لطيف قوي ان انتوا تحطوه في البيت عندكم. هيبقى يدي ايفكت لطيف وشكل جميل قوي، وممكن كمان يبقى هديه حلوه قوي ان انتوا تدوها لاصحابكم او لاي حد في مناسبه تبقى جميله قوي. فهنبتدي مع بعض، بس هي في نقطه عشان طبعا انا اسست في جزء منه عشان وقت البرنامج ووقت الحلقه. فهنا انا هعمل تكنيك البيلينج. البيلينج ده تقشير، ان انا بخلي السطح بتاع المنتج بتاعي او الشكل بتاعي ان هو بيدي كذا لون مع بعض. انا مثلا حابه اعمل الوان معينه، فانا مش عايزه يبقى لون واحد بس هو الساده ده، لا انا عايزه ادي تاتشات كتيره لكذا لون. فده اسمه التقشير او البيلينج. فانا دلوقتي عملت مثلا اسست الجيسو وعملت كذا لون، عملت بني، عملت ازرق غامق، عشان انا في الاخر هعمل لون معين انا عاوزاه يبقى هو اللي فوق. فانا دلوقتي البيلينج ده عشان يتعمل صح بيتعمل ازاي؟ ممكن اروح حاطه فازلين بين كل طبقه والتانيه على اماكن معينه، مش كله، عشان هو ده اللي هيتعمل فيه التقشير. ممكن بالفازلين، ممكن بالشمع، وممكن بالصابون. كل واحد حاجه منهم بتدي ايفكت معين. فانتوا بقى هتجربوا كل الحاجات دي وهتشوفوا ايه الايفكت اللي حلو معاكم، وتقدروا تطلعوا فيه منتج تبقوا انتوا مبسوطين بيه وشكله حلو بالنسبه لكم. فاحنا دلوقتي بقى هنبتدي نحط اللون بتاعنا، بس هندي هنجرب اهو مع بعض. هنروح عاملين بالشمعه نعمل المكان ده، والمكان ده انا عايزه ده اللي اقشره. هروح حاطه هنا كده برده، واروح عامله هنا اماكن انا عايزه اعملها ما تبقاش كلها زي بعضها، لان صعب اعمل كله تقشير، لازم حتت معينه. فالتقشير ده كمان هيديني كأن ده حاجه قديمه اولد، فده برضو بيدي ايفكت لطيف. احنا دلوقتي بقى هنحط اللون اللي احنا عايزينه يبقى فوق. هو ده اللي المفروض هيبقى متغطي بيه الشمعدان بتاعنا فوق. وطبعا كذا لون اللي احنا عملناه كله على بعضه، ووسطهم شمعة او فازلين او صابون زي ما حضراتكم بتحبوا، هيدي برضو تأثيرات لطيفة. ونحاول ان احنا نظبط اي لون طالع لسه فيه اللون الابيض اللي هو البيز اللي هو الجاسو اللي احنا عملناه التأسيس، لازم ده برضو نغطيه باللون بتاعنا. واختيار الالوان دي طبعا بتبقى اذواق للناس كلها، كل واحد حسب الالوان اللي هو بيحبها، سواء هتحتفظوا بيها في بيتكم او هتدوها هدية لحد. دلوقتي احنا خلصنا دي. ما ينفعش اقشره او اعمل البيلينج بتاعي غير لما ده ينشف خالص. فطبعا هندهن بقى بقيه الشمعدان باللون اللي احنا اخترناه بتاعنا تاني اللي هو ده، هيعمل ماتشنج مع بعض. وطبعا ده حسب اذواقكم وحضراتكم اللي انتوا عاوزينه، بس لازم يكون ده نشف خالص. فهنسيب ده، عشان كده دهناه الاول وهنسيبه ينشف لحد ما ندهن ده. لو ده لسه ما نشفش فهننشفه بالسشوار او الهيتر او الهيت جن عشان خاطر يدي تاثير البيلينج. ساعتها هنعمله بالصنفره بقى. فهنبتدي بقى نلون ده دلوقتي. احنا دلوقتي كنا
عملنا الوان على بعضها برضو، هنروح جايبين برضو الشمعه نفس التكنيك، هنروح حاطين الشمعه كده على اماكن معينه. احنا عايزين ندي الايفكت بحيث يبقى ماتشنج مع كله، يبقى السطح بتاع البيت وكمان الشبابيك جزء منها، يبقى عاملين ماتشنج مع بعض. واخترنا الحاجات تبقى غامقه، البيز بتاعها اللي هو الاساس عملته غامق شويه عشان لما نعمل عليها الالوان فاتحه ونعمل البيلينج التقشير ده، فهتدي كذا لون مع بعض، تدي كونتراست حلو، مش هيبقى كله فاتح قوي او كله غامق قوي. فدي برضو حسب اذواق حضراتكم يعني. الشبابيك دي هنديها نفس اللون اللي احنا عملناه للسقف بتاع البيت. واي تصميم سواء شمعدان ده اللي هو شبه البيت، او في تصميمات كتيره لشمعدانات كتيره بقت يعني موضه لطيفه وديكور حلو وهدايا حلوه برضو ان انتوا تدوها لاصحابكم. احنا دلوقتي بقى ايه اخر شباك اهو هنخلصه ونشوف البيت بتاعنا نشف ولا لسه. لسه شويه، فمحتاج ان احنا بس نعمله سشوار او الهيت جن عشان نسرع ان هو ينشف، لكن المفروض نسيبه ينشف لوحده. واحنا بنشتغل بتلاقوا ابتدت اشكال تبان لما بينشف الالوان، لما بتنشف الالوان اللي تحت ابتدت تظهر. وتاثير الشمع او الفازلين اللي احنا استخدمناه هيبتدي يبان لنا. هنروح عاملين ماسكين الشبابيك بتاعتنا دي، نشفت اهي شويه، نجرب بقى في الشبابيك نعمل ايه البيلينج بتاعنا. هنعمل كده اهو كده، عملنا دول نجيبهم هنا كده ونبتدي نعمل السطح بتاعنا ده. هنا بقى باين طبقات اللون، لما كمان تنشف قوي قوي هتلاقوا كل الالوان اللي انتوا عملتوها تحت باينه. حتى في التقشيرات هنا هتلاقوا كل الالوان اللي احنا عاملينها البيز بتاعنا باينه من تحت في كذا درجه. احنا دلوقتي هنلزق بقى الشبابيك بتاعتنا. حضراتكم بقى بتقرروا اللزق بقى حسب ما كل حد مرتاح، يعني في ناس بتلزق بغيرها، ناس بتلزق بحاجات تانية، يعني كل واحد حسب الحاجه اللي بيرتاح فيها. نظبط بس المقاسات بتاعتنا، نحاول نسنتر الشبابيك بحيث تبقى متظبطه صح. احنا كده الحمد لله خلصنا الشمعدان بتاعنا. الشمعة بتاعتنا هنولعها بس الاول، هي اهي بنحطها كده بشويش في جنب، وبعدين بنقفل الدرج بتاعنا بنحطها كده اهي. يا رب تكون عجبتكم.